كل الناس بتسألني نستثمر في البورصة ازاي؟ نروح البورصة ازاي؟ طب انا بقى هديك حل لو انت مش عارف تستثمر في البورصة ازاي. ايه رأيك في اللي يستثمر لك؟ ايوه، في حد ممكن يستثمر لك بين قوسين كده صناديق الاستثمار. تطلع ايه بقى صناديق الاستثمار دي يا بسيوني؟ اوعية استثمارية، يا اما من بنوك يا اما من شركات مقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وفي منها اونلاين زي ثاندر مثلا اتكلمنا عنه قبل كده. الفكرة في صناديق الاستثمار انه بيجمع فلوسي وفلوسك وفلوس طنط ناديه وطنط نجوى وطنط سميره وطنط بهيه، ويجمع الكلام ده كله ويستثمر بيه. كل صندوق منهم ليه حد اسمه مدير صندوق، شغلته على المدفع ايه؟ تعظيم العائد، او يجيب لك اكبر مكسب ممكن يجيبه للناس المشتركه في الصندوق ده. العائد بقى بتاع صندوق الاستثمار بيبقى كذا نوع. في حاجه اسمها عائد دوري، يعني بشتري وثيقه وبينزل لي ارباح الاستثمار بتاعه الوثيقه دي، حاجه شويه شبه فوائد البنك. وفي حاجه تانية اسمها عائد تراكمي. العائد ده بيتحسب ازاي؟ لو انت وثيقتك مثلا ب 10 جنيه، العائد بيتحط على ثمن الوثيقه نفسها، فاما تيجي تبيع الوثيقه ده هنا مكسبك، لان مثلا بتبقى 12 13 14. الارقام دي على فكره على سبيل المثال مش ارقام فعليه. وفي حاجه اسمها عائد دوري تراكمي بيجمع ما بين الاثنين. فنصيحتي ليك لو انت حابب تروح صناديق الاستثمار، في كذا جهه ممكن تروح لها. في ثاندر من ضمن الحاجات، في ازيموت من ضمن الشركات، وشركات تانية كتيرة. ده غير صناديق الاستثمار اللي جوه البنوك زي الصندوق الرابع في البنك الاهلي مثلا. انواع الصناديق نفسها بتختلف حسب نوع المخاطره بتاعه الصندوق. في صناديق منخفضه المخاطر، دي بتستثمر في الاذون وسندات الخزانه والشهادات والودايع. وفي صناديق متوسطه المخاطر، وفي صناديق عاليه المخاطر. هجيلك في متوسطه المخاطر قدام، بس عاليه المخاطر بتستثمر صراحه في البورصه المصريه. على قد ما المخاطره عاليه على قد ما المكسب يكون عالي، عشان بنقول في البيزنس اللي مالوش قلب مالوش رزق. طب المتوسطه دي ايه؟ بتجمع بين الاثنين. فالقرار انك تروح لاي نوع من انواع الصناديق دي حسب حاجه بنسميها قابليتك انت للمخاطره، او في ايجيبت بيسموها الريسك ابيتايت. قرر انت وجرب. واللي ليه تجربه مع صناديق الاستثمار عرفوني كده في الكومنتات، واللي بيتداول او بيستثمروا اونلاين في حاجات زي ثاندر برضه عرفوني تجربتكم في الكومنتات. سلام عليكم.